سلام. بين الموروث الثقافي والنفاق الاجتماعي، كيفاش حنا كمغاربه كنشوفوا ثقافتنا؟ غريب حال بعض المغاربه كيلبسوا لباس الاخلاق والدين، وفي نفس الوقت كيتبراو من جوانب كثيره من الثقافه والموروث ديالهم. بغينا ولا كرهنا، هاد المظاهر جزء من تاريخ المجتمع المغربي، والواقع ديالنا ما يمكنش نمسحوه غير حيت ما عجبناش. المشكل ماشي واش نتفقوا مع هاد الطقوس ولا نرفضوها، المشكل هو اننا خاصنا نكونوا صرحاء مع راسنا. الى بقينا كنشوفوا كل ما مرتبط بالاضرحه والطقوس الشعبيه غير من زاويه الحرام والشعوذه، غادي نفقدوا القدره على فهم الظاهره اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا. حيث في الواقع مجال الاضرحه والطقوس والمواسم الشعبيه ماشي مجرد حكايات قديمه، راه كان وما زال عنده حضور اقتصادي واجتماعي كبير، وكيحرك مصالح ومداخل وكيجلب الالاف الناس لمناطق مختلفه. سميتيه شعوذه، سميتيه طقوس، سميتيه موروث شعبي، التسميه ما كتبدلش الواقع. كاين مجال كامل تكون عبر السنين وارتبط بحياه الناس وبالاقتصاد المحلي ديالهم. خذ مثلا بعض الاضرحه والمواقع المعروفه، سيدي عبد الرحمن مول مسمر في كازا مثلا، ماشي بالضروره الاغلاق ديالو او التغيير كان بسبب شي مؤثر او بسبب موقف فرضي. التحولات اللي عرفت المنطقه تاع كازا بصفه عامه كانت مرتبطه كذلك بالتهيئه الحضاريه واعاده تنظيم المجال الحضاري للتربيطه وهدم احياء واعاده اسكان السكان. ونفس الشيء بالنسبه لبويا عمر اللي كانت عنده اشكالات اجتماعيه وصحيه وانسانيه كبيره، وما يمكنش نختزلوا اغلاق فقط من كثره النصب، لان القضيه اعقد من ذلك، خصوصا حتى الناس اللي كتمشيو اللي كانوا من رواد او مريدين بويا عمر ما كانوش بالاراده تاعتهم، حيث كانوا اولياء ديالهم تيجيبوا محطوم تما تيمشيو بدون وعي. وانا مع الدوله فسدت بويا عمر. اما من الناحيه التاريخيه فالموروث المرتبط بالاضرحه والمواسم في المغرب ظاهره قديمه معقده، وتداخلات فيها عناصر دينيه وشعبيه وثقافيه مختلفه عبر القرون. كاينه طقوس بحال الزيارات الاولياء واشعال الشموع، الذبائح، الموسيقى والمواسم الجماعيه، وهي ممارسات جايه اغلبها من الطقوس اليهوديه، وخاصها تتقرا في السياق التاريخي والاجتماعي ديالها، وماشي نطلقوا عليها مباشره حكم واحد ونعتبروا القضيه سالت. وهنا كنرجعوا للنقطه الاهم، علاش ما نكونوش صراحه مع راسنا. كما قلت هاد الطقوس اللي تنديروا الشموع، الاضرحه، الزيارات، الذبائح، راه عندها ارتباط بطقوس يهوديه اللي كانوا اصلا ساكنين وعايشين بيناتنا، واللي اندمجنا بثقافتهم مع ثقافتنا، اللي ثقافات مندمجه ومرتبطه اللي عطاتنا الثقافه المغربيه بغينا ولا كرهنا. كثير من الدول في العالم عرفت كيفاش تحول جزء من موروثات الشعبي ولا مادي الى مورد اقتصادي، وخلقت منه سياحه ثقافيه كتجلب الزوار وكتوفر مداخل للسكان والدوله. ماشي بالضروره لانها كتعتبر كل طقس صحيح او مقدس، ولكن لانها كتفهم ان التراث يمكن دراسته وتوثيقه واستثماره ثقافيا واقتصاديا مع احترام الحق في النقد والاختلاف. في المغرب مرات كتلقى المغربي كيتحرج من اسم او طقس من موروثه وكيحاول يعطيه تسميه مختلفه باش يبان اكثر عصرانه او تدينا. مثلا يقول المولى عبد الله مولاهم عبد الله، وفي نفس الوقت تلقاه كيفتخر بانه زار سان فرانسيسكو او سانتا ماريا. المشكل ماشي في السفر، وماشي في سان فرانسيسكو ولا سانتا ماريا ولا مولاي عبد الله، وماشي المشكل في الدين، المشكل هو التناقض. نحتقروا بعض جوانب الموروث ديالنا مجرد انها شعبيه وقديمه، ونحتفلوا بمظاهر ثقافيه اجنبيه غير لانها جايه من الخارج. خاصنا نتعلموا نفرقوا بين فهم التراث وبين تقديسه وبين نقده وبين احتقاره. يمكن الانسان يرفض الشعوذه وينتقد الاستغلال والنصب ويرفض بعض الطقوس دينيا، وفي نفس الوقت يعترف بان هذه الظواهر جزء من التاريخ الاجتماعي والثقافي للمغرب، ويستحق دراسه علميه وتوثيق مسؤول. حيث الشعوب اللي كتفهم
تاريخها ما كتخافش من ماضيها وما كتحتاج تمسحو باش تبان عصريه. المشكل الحقيقه في الموروث، المشكل فاش كنكونوا عاجزين نفهموه ونختزلوه في الاحتقار والتقديس ونتهربوا من مواجهه التناقضات اللي داخله في المجتمع ديالنا. سلام.